أما نحن فاعتقدنا أننا لن نخرج من هناك أحياء. هذا ما قاله أحد الجنود الإسرائيليين بعد انتهاء المعركة الأشرس في حرب أكتوبر، معركة المزرعة الصينية، التي تقابل فيها المشير طنطاوي وشارون وجها لوجه ولأول مرة، وتم تصنيفها بأنها أشرس معركة دبابات في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية. المواجهة التي جعلت إسرائيل تلقب الجنود المصريين بالمسعورين. فما قصة هذه المعركة وكيف انتهت وماذا فعل الجنود المصريون فيها؟ المزرعة الصينية هي معركة من معارك عديدة حدثت في أكتوبر بين الجيشين المصري والإسرائيلي، ولكنها كانت أشرسها وأكثرها ضراوة، حيث بدأت في يوم 15 من أكتوبر بالضفة الشرقية لقناة السويس بمنطقة عرفت باسم المزرعة الصينية، وتم تسمية هذه المنطقة بهذا الاسم عن طريق الصدفة، حيث كانت في الأساس محطة لتجربة صلاحيات أراضي صحراء سيناء للزراعة. تأسست في الخمسينيات واستخدم فيها بعض المعدات اليابانية، ولكن عندما دخلت إسرائيل إلى سيناء وسيطروا على هذه المنطقة وجدوا هذه المعدات وعليها كتابات باللغة اليابانية وظنوا أنها صينية بالخطأ، وتم تسجيلها في خرائطهم الحربية باسم المزرعة الصينية، فانتشر هذا الاسم بعدها في الصحف العالمية. بدأت القصة بعد نجاح الجيش المصري في عبور خط بارليف ونجاح الضربة الجوية في العملية بدر، ليتمركز الجيش وقتها في الضفة الشرقية لقناة السويس. وفي هذا الوقت أوقف الجيش المصري هجومه وأخذ وضعية الدفاع بسبب نقص المعدات والإمدادات العسكرية، ولكن هذا الأمر جرأ الجيش الإسرائيلي ودفعه لشن هجمات متتالية وخاصة على الجبهة السورية، ليطلب الجانب السوري من السادات بمعاودة الهجوم لتخفيف الضغط عليهم. ورغم التحذيرات من قبل القادة العسكريين المصريين بخطورة الهجوم في هذه الوضعية، أصر الرئيس الراحل على الهجوم، وأصدر أوامره بشن حملات برية بالدبابات على الجيش الإسرائيلي في 14 من أكتوبر، ولكن الهجوم الجديد لم ينجح، وتكبد الجيش المصري خسائر فادحة وصلت حسب بعض المصادر إلى فقدان 250 دبابة من أصل 400. وفي نفس التوقيت تدخلت أمريكا لمساعدة إسرائيل وأرسلت طائرات استطلاع على الضفة الشرقية لتكتشف أمرا خطيرا، وهي فجوة بين الجيش الثاني في الإسماعيلية والجيش الثالث في السويس حوالي 35 كيلومترا بطول خط القناة، سميت بعد ذلك بثغرة الدفرسور. ولم ينتظر الجانب الإسرائيلي كثيرا فوضعوا خطة لاستغلال تلك الفجوة، وكانت الخطة باختصار أن يتم الهجوم على قوات الجيش الثاني والثالث بمجموعتين لجذب انتباههم، ومن ثم مرور القوات الإسرائيلية في الثغرة والقضاء على القوات المصرية القليلة هناك للوصول إلى قناة السويس، ومن ثم يستطيعون تركيب جسر عائم ليتم عبور القوات بعد ذلك، ويصبح الجيش المصري محاصرا بقوات إسرائيلية من الغرب والشرق، ويتم قطع الإمدادات عنه بشكل كامل. واستدعى رئيس الأركان كتيبة كاملة لهذه العملية وضع على رأس قيادتها أرييل شارون، وشارك فيها حوالي 540 دبابة و2000 جندي، وسميت العملية بأبرايليف. كانت نقطة المنتصف شرق الدفرسور هي منطقة المزرعة الصينية التي كانت تتمركز فيها الكتيبة 16 تحت قيادة المشير محمد حسين طنطاوي، ومعه اللواء عبد رب النبي حافظ. وفي ليلة الهجوم يقال أن طنطاوي كان نائما في خندقه بعد 48 ساعة بدون نوم، وأبلغ جنوده أن يوقظوه حال حدوث أي جديد. وبعد نصف ساعة فقط هرول إليه أحد الجنود وأيقظه ليخبره بأن هناك طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوقهم مباشرة، وهذه الطائرات تستخدمها إسرائيل لتحديد مواقع الجنود المصرية ومن ثم توجيه ضرباتها في هذه المواقع. وبالفعل
بعد دقائق قليلة أطلق الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية على مواقعهم ليغربل هذه المواقع بآلاف الطلقات من الطائرات والدبابات ويدمر جميع المواقع المصرية بشكل مفاجئ. وبعد انتهائهم من هذه الهجمات كانت كتيبة شارون تستعد للهجوم البري حتى تقضي على أي جندي مصري متبق بعد كل هذا القصف، فانتظروا بعد الوقت حتى يتأكدوا من إنهائهم على القوات المصرية، وبالفعل تأكدوا من الأمر بعد الصمت الذي خيم على المكان، وكأنها تحولت إلى مقبرة مليئة بأجساد المصريين، ليدخل شارون وجنوده إلى منطقة المزرعة الصينية، ولكنهم فوجئوا بمشهد مرعب. جميع الجنود المصريين متواجدين أمامهم بدون خدش واحد من هجماتهم، لتفتح عليهم القوات المصرية نيرانها وتحول ليل سيناء إلى نهار، لتتحول جرأة جنود شارون إلى ذعر من هول ما رأوه. ولعلك تسأل الآن كيف لا يزال الجنود المصريون أحياء بعد هذه الضربات الجوية؟ ولكن الإجابة كانت عند الداهية محمد حسين طنطاوي، فعندما أيقظه الجندي وأخبره بأن هناك طائرات استطلاع علم بأن إسرائيل تستعد للهجوم، ولكنه لم يأمر جنوده بالهرب، بل أمرهم بالخروج من مخابئهم وإظهار أنفسهم بشكل ملحوظ في أماكن محددة ومختارة بعناية شديدة. وبعد تحديد مواقعهم ورصدهم من طائرات العدو وأثناء تجهيز إسرائيل للهجوم، أمرهم بتغيير مواقعهم إلى مواقع أخرى بسرعة، فكانت النتيجة أن كل الهجمات الإسرائيلية ضربت مواقع كاذبة وفارغة ولا يوجد بها مصري واحد. وبعد توقف الهجوم أمر طنطاوي الجنود بعدم إطلاق رصاصة واحدة والتحلي بالهدوء التام لتمويه الجيش الإسرائيلي وإيحائه بخلو المكان من أي قوات مصرية. ثم أصدر أوامره بأن يبدأوا بإطلاق النيران فقط بعد إشارة ضوئية منه هو شخصيا. وفور اطمئنان الكتيبة الإسرائيلية ذهبت لتهاجم الموقع، ولكن طنطاوي ظل ينتظر حتى يكونوا في أقرب نقطة ممكنة لضمان إصابة الأهداف، خاصة أنهم في الليل والمعدات ليست كافية، فلم يكن يريد أن يهدر أي طلقة. وبالفعل لم يطلق إشارته بالهجوم إلا عندما اقتربت الدبابات الإسرائيلية لمسافة 800 متر، لتجد الحملة الإسرائيلية رجال الكتيبة 16 مشاة المصرية واقفين أمامهم، وتبدأ المعركة الأشرس في أكتوبر في ظلام الليل الدامس، ولم يجد الإسرائيليون أمامهم غير وابل من النيران. يقول أحد الجنود المصريين إنه قام بتصويب 50 صاروخا مضادا للدبابات، حقق 48 منها الهدف من أول مرة فقط رغم الظلام بسبب قرب المسافة بين الجيشين، حيث كان الجنود يتبادلون الطلقات تحت أضواء النيران فقط. وظلت المعركة مستمرة لساعات بين رجال طنطاوي وجنود شارون، فقد شارون على إثرها الكثير من قواته، ورغم حاجته في تركيب الجسر وعبور القناة بعد ذلك، إلا أنه عبر بقوات قليلة أقل بكثير مما كان مخططا له. لينجح رجال الكتيبة المصرية بفضل شجاعتهم وذكائهم في تعطيل الخطة الإسرائيلية بشكل كبير. وربما لا يوجد وصف للمعركة أفضل من وصف المهزوم نفسه، حيث قال موشي ديان: عندما ذهبت إلى هناك بعد انتهاء المعركة انقبض قلبي، كنت أرى أعدادا كبيرة من الدبابات مهشمة ومحترقة، وكنت أتمنى ألا أرى عليها شعار إسرائيل، ولكنني كنت دائما أراه.